بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. نعمل النهارده حبيبي مع بعض ان شاء الله سبانخ. قبل ما نبدا ما تنسوناش في اللايك في الشير. الله يكرمكم، وعشان الفيديو يتنشر ويتشاف باذن الله. انا حطيت هنا ميه الشوربه لسه ما غلتش عشان احط فيها الحاجه، وحطيت السمنه. كان في حته لحمه سمينه في اللحمه فانا حطيتها مع السمنه كده قبل ما احط البصلات. بسم الله الرحمن الرحيم. احط كده البصلايه بعد السمنه ما سخنت. السبانخ طبعا جميله جدا، انا مخرطاها وغسلاها وحطيتها في المصفى الصفا طبعا عشان ميبقاش فيها اي ميه لما نيجي نسقطها في التسبيكه. انتوا عارفين طبعا انا بحط ريحه ملح مع البصله وريحه سكر، ريحه ملح وريحه سكر عشان يدبل البصليه بسرعه. خفيفه خالص كده، حاجات بسيطه عشان ما تاثرش على سوى اللحمه. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نحط اللحمة معاها. اهو يا حبايبي كده قلبنا شويه، مش عايزه اطول عليكم الفيديو طبعا لان احنا عملنا بنفس الطريقه لما جينا نعمل البسله، فانا مش عايزه اطول عليكم. صلوا على الحبيب، الصلاه على الحبيب مسك نصيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. معلش الضوء مش قد كده. نعمل مع بعض ان شاء الله. المره اللي فاتت عملنا خبيزه، المره دي باذن الله هنعمل مع بعض الملوخيه. الشوربه خلاص، الشوربه خلاص هتغلي اهي. نقلب في البصلايه شويه لحد ما تتحمر سنه مع اللحمه. ده بتدي اللحمه طعم حلو قوي. حبيبي يا رسول الله، يا رب يوفقنا جميعا بحقيقة الحبيب النبي يا رب. طبعا احط اللحمه تسلق في الشوربه. احط بقى الحاجه بتاع الشوربه. انا حاطه بصل وقرن شطه، يعني قرن صغير مش ما بكترش، بس مكتره البصل شويه عشان انا بحب البصل في الشوربه، وحبيتين كريمتين. بحط معاه لو في ورق لورا، بس انا النهارده ما عنديش، عشان كده لو عندك تحط انا في فيديو مخليه فيه فيديو قصير كده، يا رب يعجبكم. يعني كلنا طبعا بنعرف نعمل، بس كل واحد له طريقته، فعشان كده انا عملت لكم اللبس النهارده. على اساس ان شاء الله يعجبكم يا رب، وتشجعونا ولايك وشير والصلاه على حبيب النبي. طبعا اخلص البصلايه وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو. دي بقى التتبيله. بصوا انا حاطه قد ايه التتبيله اللي انا عاملاها اللي قلت لكم عليها، اللي حاطين منها التتبيله بتاع المحشي، الفيديو بتاع المحشي بتدي نكهه حلوه قوي للبصلايه. كده البصلايه خلاص اهي. هحط لها الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها كده. انا احب اعمل الاكل بمعلقه الخشب، بس واسيبها شويه تتسبك ونرمي اللحمه بتاع الشوربه. السبانخ اهي ندوس بقى عليها كده شويه ونسيبها تشرب. بص، احسن حاجه ليها ان احنا نغطيها ونعمل ايه ونستنى. الشوربه ما شاء الله جميله
نحط عليها حبه شوربه كده بس، واغطيها قبل ما تدبل، عشان انا مش اقلبها واعمل ايه، ما بحبش حاجه ترمي على البوتاجاز. واحط بقى الحله. طب ما احط الحله عشان اعمل ايه شويه الرز باذن الله. طبعا احنا عملنا مع بعض الرز، مش هشغلكم وأطول عليكم الفيديو، هخلصه ونرجع نشوف بقيه الملوخيه بقى.